والله بالغلط جيت هنا يا جماعة، والله بالغلط جيت. يا جماعة أنا مو مخطوف، يا جماعة لا تخافوا، أنا مو مخطوف. عزيزي المشاهد، هل أبو فلة مخطوف؟ وما سبب اختفائه؟ وماذا يقصد في هذه الحركة؟ لنتابع معا. أنا مو مخطوف، أنا مو مخطوف بس. السلام. السلام. عزيزي المشاهد، أبو فلة قاعد يعمل إيده هيك، معناته هو في خطر. في السنة الماضية أم سيف عملت مثل الحركة، وقتها طلعت ترند إنه أم سيف مخطوفة، وكل مثل الحركة عملت هيك إيدها وحكوا عنها إنه مخطوفة. كما وصلتني المعلومات أبو فلة لم يحصل له شيء، بس كل أسبوع هو كان ينزل فيديو، فجأة اختفى. نشوف ليش اختفى. المشاهد، أبو فلة قصته إنه في شاب يوتيوبوري اسمه معاذ قراف عم يهدده إنه ينشر رقمه الخاص فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. وبنفس الوقت أبو فلة تم إعلان عن اختراق حسابه عن انستغرام، وهذا يعني بجوز تم اختراق كل حساباته. والله اعلم. اوضح لكم اياه اكثر انه فله ما عم منشر صار له شي شهر، والله اعلم مكتئب بسبب اختراق حسابه والتهديدات اللي عم تيجي كل يوم. هذا الشي طبيعي، اكثر من مشهور صار في مثل العملية انه اذا بصير معه هيك شي بكتئب وبغيب، يعني عادي. بس والله اعلم سبب غياب ابو فله. عم يحضر هلا فيديو او عمل رائع من اعماله المميزه. هلا بتمنى تكون وصلتكم الفكره ليش ابو فله غايب. وهلا راح اترككم مع بعض التعليقات اللي عبروا فيه متابعين ابو فله لمدى اشتياقهم له.